بيبدأ فيلمنا مع كومرو واللي بتكون سهرانة مع صحابها في حفلة، وبتكون كومرو في الوقت ده في الحمام، وبيكون باين على وشها ان هي حزينة جدا، وده طبعا بسبب حبيبها اللي سابها. فبتضطر كومرو هنا ان هي تسيب الحفلة وتمشي، وكمان بتسافر على مدينة اسطنبول. وبعد 3 سنين بنعرف ان هي اشتغلت محامية متخصصة في قضايا الطلاق، وبنشوفها وهي قاعدة مع زميل ليها وبتقوله ان هي ما بقتش تثق في اي راجل، وبتكون بتلعب معاه لعبة الحظ واللي منها بتعرف احداث هتحصل في حياتها. وبتقوله ان هي لو كسبت القضية اللي هي شغالة عليها هتاخد حصة من الشركة اللي هي شغالة فيها، وانها لازم تكسب القضية دي باي شكل من الاشكال. وصاحبها هنا هو كمان بيطمنها وبيقول لها ان هي محامية شاطرة واكيد هتكسبها. وبنعرف ان كومرو بتكون مستقرة في اسطنبول بقالها 3 سنين، وانها ما بقتش تحب مدينة ازمير لانها بتعتقد ان مدينة ازمير حظها وحش وان هي السبب في الفشل في حياتها. واثناء ما هي راجعة بتبعت رسائل لصحابها وبتقول ان هي في اسطنبول وانها مش هتقدر تحضر الفرح بتاع واحدة صاحبتها. وبنروح لشخص اسمه فاتح وهو نايم في بيته، وبيرن جرس البيت وبيدخل عليه صاحبه واللي بيكون جاي علشان يطمنه ان هو خلاص خلص كلمات الاغنية الجديدة لان عندهم حفلة بكرة. ولكن صاحبه في الوقت ده بيطلب من فاتح ان هو يطلع على المسرح، وبيكون فاتح رافض الفكرة تماما. ولكن بعد الحاح من صاحبه بيوافق اخيرا. وبعد ما بيخلص فاتح مع صاحبه بيروح لابوه واللي بيكون عنده مكتب تأجير العربيات، وبيستأذن منه فاتح ان هو هيكون مشغول لان هو راح حفلة. وبيوافق ابوه ان فاتح يروح الحفلة بس بشرط ان هو يوصل زبونة مهمة ويكون معاها لحد ما تخلص. وبيشوف فاتح ان هي مهمة سهلة جدا وبيوافق، وبياخد العربية وبيروح على المطار. وبنروح لكومرو وهي في المطار وبتكون مستنية السواق، وبتفضل تتصل عليه لكنه ما بيردش لحد ما بتشوف يافطة عليها اسمها. فبتروح لفاتح وبتكون متعصبة وبتزعق له علشان ما بيردش، وبيعتذر لها فاتح لان موبايله كان صامت. وبيسوق فاتح العربية وبيحاول ان هو يفتح معاها كلام، وبيسألها عن سبب زعلها. فبترد عليه وبتقوله ان هي ما بقتش تحب مدينة ازمير لانها بتعتبرها مدينة نحس عليها. ولكن فاتح بيحاول ان هو يوافقها الرأي، وبيقول لها فعلا ان المدينة دي عيبها ان كل الناس بتتدخل في حياة بعض. ولكن في الاثناء دي العربية بتكون قربت تخلص بنزين، وبيقول لها فاتح ان هو في الاساس مش سواق وان هو مطرب، وابوه بس اللي عنده شركة لتأجير العربيات. ففي الوقت ده بتطلب منه كومرو ان هو يغني، ولكنه بيعتذر لها وبيقول لها ان هو بيغني على المسرح بس. وبيوصلها فاتح للمكان اللي هي عايزاه، وبتطلب منه ان هو يخلي باله من تليفونه علشان هي مش عاوزة تأخير تاني. وبتركب كومرو الاسانسير، وبنعرف ان هي عندها فوبيا من الاماكن المغلقة، ولسوء الحظ ان الاسانسير بيتعطل بسبب الصيانة. وبتحاول ان هي تنادي على عامل الصيانة ولكن محدش بيسمعها. فبتتصل في الوقت ده على فاتح واللي بيكون قدام محل المخبوزات، واول ما بيشوف ان كومرو بتكلمه بيجري عليها على طول وبيروح علشان يبلغ عامل الصيانة ويحل المشكلة. وبتتعصب كومرو بسبب اللي حصل، وبيحاول فاتح ان هو يهدي الموضوع. ففي الوقت ده بتوصل هالة، ودي بتكون الموكلة بتاعت كومرو واللي هي أصلا جاية عشانها مدينة أزمير. وبتكون هالة خايفة لأن جوزها جايب أكتر من محامي وشكله كده هيكسب القضية. ولكن كومرو بتطمنها وبتقول لها إن القضية كده كده كسبانة، خصوصا إن فاتح بيقول لها إن هو كمان محامي علشان تطمن أكتر. وبترفض كومرو إن هي تركب الأسانسير، وبتطلع على السلم علشان تروح تقعد مع باقي المحامين. وبيقول لهم شوكت جوز هالة إن هو تراجع عن القضية. فبتتضايق هالة وبيرن تليفون شوكت وبيقلبه علشان ما بيكونش عاوز حد يعرف مين اللي بيتصل. في الوقت ده بتقوم كومرو علشان تشوف هو بيكلم مين، وبتصوره فيديو وهو مش حاسس، وبيكون في الوقت ده بيكتب رقم في ورقة. وبتروح كومرو تستخبى في مكان تاني علشان شوكت ما يشوفهاش، وبتروح علشان تاخد الورقة بعد ما شوكت بيمشي. وبترجع تاني بتطلب تأجيل الجلسة، وبيقول لها فاتح ان هو بعد ما اتكلم مع هالة شايف ان هي مش عاوزة تتطلق، لكنها بترد عليه وبتفهمه ان هما كلهم بيبقوا كده في الاول، وان هو كمان مش هيفهمها شغلها اكتر منها. وبتاخد كومرو رقم عربية شوكت من هالة، واثناء ما هم خارجين بتطلب كومرو من فاتح ان هو لو يقدر يساعدها انها تراقب شوكت. وبيقول لها فاتح ان هو عارف واحد يقدر يجيب لهم معلومات عنه. وبيروحوا هما الاتنين لواحد اسمه اسكندر، ولما بيشوف الفيديو بيقرا حركات شفايف شوكت وبيعرف المكان بتاع المقابلة.
حبلة، ولكنهم لما بيخرجوا بره بيفشلوا في مراقبة شوكت، وكمان الونش بيكون شال العربية بتاعتهم، فبيضطروا ان هم يرجعوا تاني لاسكندر، وبيقول لهم ان هو حل مشكلة العربية، وكمان هو مستني مكالمة من واحد هيجيب لهم معلومات الساعة 3، وبيستأذن وبيمشي. واثناء ما هم ماشيين بتقابل كومرو واحدة صاحبتها، وبتستغرب صاحبتها ان كومرو في ازمير، وبتتحرج كومرو جدا وبتقول لها ان هي كانت عاملة ليها مفاجأة، وما بتكونش كومرو عاوزة تحضر الفرح، ولكن كولجين هتروح طبعا تبلغ ميلتي صاحبة كومرو، وبتضطر ان هي تغير جدول موعدها لان كولجين قررت ان هي تروح معاها في اي مكان. وبتروح كومرو الجزيرة علشان خاطر تزور امها، وبنعرف ان علاقتها بتكون متوترة شوية بامها. وبيدخل فتح الاوضة وبيلاقي عكازين وبيستغرب وبيسألها عنهم، وبتجاوبه كومرو بتقول ان هي عملت حادثة يوم فرح حبيبها السابق، وكمان ما بتكونش عاوز تحضر الفرح لانه هيكون هو ومراته هناك. ولكن فاتح بيقول لها ان هي لازم تنسى اي كلام حصل في الماضي. وبتيجي امها وبتديها فستان خطوبتها علشان تحضر بيه الفرح. وبيخرج فاتح وبيكلم صاحبه وبيعتذر ان هو مش هيحضر الحفلة لانه لازم يروح الفرح مع كومرو. وبتكون ام كومرو بتتكلم في التليفون وبتقول الرقم اللي لما بتسمعه كومرو بتعرف ان هو نفس الرقم اللي موجود معاها على الورقة. وهنا بتتعصب كومرو وبتقرر ان هي تراقب شوكت، وبتكون محتارة لانها لو راحت تراقب شوكت بكده هتتأخر عن ميعاد الجلسة. وبيقترح اسكندر عليها ان هي تروح الجلسة وهو وامها هيروحوا يراقبوا شوكت. وبتوريهم كومرو الفيديو بتاع شوكت علشان يبقوا عارفين شكله. واثناء ما كومرو وفتح بيكونوا في الطريق بيجي زميل كولجين، وفي الوقت ده بيكون اسكندر واصل لمكان شوكت وبيصوروا شوكت وهو مع واحدة تانية، وبيكونوا مستغربين ليه ممكن يكونوا موجودين في بيت فاضي. وبتوصل كومرو المحكمة وبتقعد مع هالة، واللي بتكون متضايقة جدا ان شوكت لسه ما جاش. والموضوع بيسخن اكتر لما بيبعت اسكندر صور شوكت، واللي لما بتشوفها هالة بيتصمم على الطلاق. وبيسألها فاتح بعد الجلسة هل هي ثبتت الصور دي في المحكمة ولا لا، ولكنها بتقوله ان هي ما عملتش كده، ولكنها كانت محتاجاها علشان توري الصور دي لهالة، لان هالة كان لازم تشوف حاجة زي كده علشان يكون في سبب مقنع للطلاق. ودورها كمحامية ان هي اشتغلت على النقطة دي علشان تكسب القضية. وبيركبوا العربية وبيتفقوا ان هما يقعدوا في الكافيه قبل ميعاد الفرح، وفعلا بيقعدوا. وبتقول لها صاحبتها ان هي هتشتغل مع جيمي مدير اعمالها وهتسيب شغلها. فبتتضايق كومرو بتقول لها ان هي كانت متوقعة كده من فتاة من مدينة ازمير. وبيقول لها فاتح هي ليه بتتضايق من مدينة ازمير على الرغم من ان هي لقت حاجات كتير ساعدتها في القضية. وبيتهمها ان هي سبب في طلاق هالة وشوكت رغم ان كان في فرصة ان هما يرجعوا لو بس اتكلموا مع بعض. وبتتهم كومرو هي كمان ان هو جبان لانه ساب مدينة اسطنبول مدينة الشهرة والاضواء. وبيقول لها فاتح ان هي الجبانة الحقيقية لان لولا صاحبتها شافتها ما كانتش هتحضر الفرح، وكان زمانها على الطيارة وراجعة لمدينة اسطنبول. وبتسألها كولجين هل لو الكلام ده حقيقي، فبترد كومرو بتقول لها ايوه لان حبيبها السابق هو ومراته هيكونوا هناك في الحفلة، وده السبب اللي خلى كومرو ترفض انها تحضر الفرح. وبتضايقها كولجين بالكلام وبتقول لها ان حبيبها السابق حب مراته بعد ما ساب كومرو لان الحب اللي بينهم كان حب من اول نظرة. فبتقول لها كومرو ان هي مش هتفهم لانها مجرد بنت سابت شغلها علشان واحد لسه عارفاه من دقيقتين. وبتتضايق كولجين وبتمشي هي وجيمي، ولما بيخرجوا بيلاقوا الونش شال العربية. وبتتضايق جدا لان حاجتها الشخصية بتكون موجودة في العربية. وبيحاول فاتح ان هو يهديها لكنها بتمشي متعصبة وبتكون هتخبطها عربية، لكن فاتح بيلحقها في اخر لحظة. والعربية اللي كانت هتخبطهم كانت بتاعت فرقة الفرح، لكن بعد ما بيكونوا عملوا حادثة. وبيخرجوا من القسم، وبعد التحقيقات بتقول كومرو الفاتح ان هي هتاخد تاكسي وهتروح على المطار. فبيتضايق فاتح وبتودعه كومرو وبتمشي. واثناء ما هي في الطريق بتتصل بيها هالة وبتبلغها ان هي مع شوكت، وان اللي في الصورة دي بتكون بنت صاحب شوكت، وان شوكت طلع مظلوم، وان البنت كانت عامله له مفاجأة مش اكتر، واشترت ليهم بيت جديد
جديد علشان يبدأوا حياة جديدة مع بعض، وبتشكرها وبتقولها ان هي هتبقى تبعت ليها باقي الاتعاب، وبتقفل معاها المكالمة. وبتتضايق جدا كومرو لما بتلاقي ان كولجين لغت متابعته، وبيرجع فاتح لابوه وبيرجع له مفاتيح العربية، وبيجي صاحبه علشان فاتح يغني في الفرح لان الفرقة عملت حد، وبيتصوروا مع بعض وبينزلوا الصور دي على الانستجرام. ولكن لما بتشوف كومرو الصور بتتأثر جدا وبتفضل تفكر في كل ذكرياتها في مدينة أزمير. ولما بتلاقي ان الطريق زحمة بتنزل وبتغير رأيها وبتاخد عجلة وبتقدر ان هي تروح الفرح. وبتدخل كومرو بالعجل عليهم وبتمسك المايك وبتبارك لصاحبتها وبتقول لها ان هي فستانها جميل، وكمان مدينة أزمير جميلة ومن اجمل مدن العالم، وبتعتذر لكل اصحابها. والمفاجأة هنا ان هي بتعترف لفاتح بحبها، وبيروح فاتح علشان يمسك المايك وبيقول ان المخاوف هي اكبر عدو للانسان ولازم ان احنا نتغلب عليها. وكمان بيعترف هو كمان بحبه ليها وبيغنوا هما الاتنين مع بعض. ولو عجبك الفيلم ما تنساش ان انت تعمل لايك وتشترك في القناة.